هنعمل مع بعض النهاردة الغريبة الدايبة دوب. معايا 4 كوبايات دقيق و2 كوب سمنة وكوب سكر مطحون. هبدأ أحط السمنة البلدي، دي سمنة بلدي طبعا، هي الغريبة لازم تتعمل بسمنة بلدي. السمنة أو الزبدة، أنا هحط السمنة وعليها كوباية السكر المطحون ناعم، وهبدأ أضرب السكر كويس جدا في الزبدة لحد ما يبقى القوام كريمي خالص. أنا عايزاها تبقى كريمية كده، أيوة السكر يدوب خالص، ما يبقاش فيه سكر خالص موجود. وهبدأ أيوه بالشكل ده كده يبقى القوام كريمي. هحط الدقيق، أنا مش محتاجة أحط عليها ملح ولا بيكنج باودر ولا أي حاجة خالص، دي الغريبة الأصلية بتاعت زمان. وهبدأ ألف الدقيق بقى، الطبق كان صغير فأنا جبت طبق واسع شوية، وهبدأ ألف الدقيق بس مش هعجنه لحد ما احس ان العجينه بقت طريه خالص. هاخد حته كده في ايدي وابدا احركها بين ايديا كده، احس ان سخونيه ايدي تطري العجينه. وهكذا هعمل كل العجينه واحده 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 كده لحد ما العجينه كلها تبقى طريه، واشكل الشكل اللي انا عايزاه. عايزه قريبه كبيره، عايزاها صغيره، على حسب الرغبه زي ما انا عايزه. وطبعا انا مجهزه معايا لولي سوداني، لو في لوز مفيش مشكله، زيني زي ما تحبي باي زينه متاحة عندك في البيت. أنا زينت باللولي الفضي والأصفر والفول السوداني. وطبعا أنا رصيت الغريبة على ورق زبدة عشان الغريبة بتستوي بسرعة وبتتلسع. هي طبعا مش محتاجة نار وسط خالص، بسويها على نار وسط. بولع الفرن من تحت بس، ما بولعش من فوق خالص، مش محتاجة الشواية عشان ما تتلسعش مني أو تصفر. وهبدأ أحطها بقى في الفرن على نار وسط بالشكل ده كده. وده شكل الغريبة بتاعتنا بعد ما استوت. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تدعمونا بلايك وتفعلوا زر الجرس، ونتقابل على خير في وصفة جديدة من وصفات مطبخ أسماء وسلمى.